في القاهرة الجديدة سنة 2010 ابتدت قصة حب استمرت فترة طويلة بين بسام وحبيبة. بداية علاقتهم كان هو في ثانوي وهي في إعدادي، علاقة شكلها بريء جدا قدام كل الناس، لكن نهايتها كانت أبشع جريمة شغلت الرأي العام في مصر وقتها. جريمة اتعرفت إعلامياً باسم قضية بسام وحبيبة. القصة اللي لما تسمع تفاصيلها تقف مصدوم قدام كل لحظة فيها. بسام شاب في السنة الأخيرة في الجامعة البريطانية، عايش مع أسرته في التجمع الخامس. كان معروف بين أصحابه إنه شاطر ومحبوب وبيحب الحياة، وقلبه كان متعلق من أيام المدرسة بحبيبة اللي من نفس منطقته. علاقتهم استمر 8 سنين قدام الأهل والصحاب وكل الناس. أهل حبيبة قدموا نفسهم بشكل لامع جدا. والدها الدكتور أشرف حامد رجل أعمال وصيدلي سابق، ووالدتها نجلاء سيدة أعمال. لكن رغم المظاهر البراقة دي كلها، بعد ما بسام دخل بيت حبيبة وأهلها اتولد عنده إحساس غريب قوي إن العيلة دي بتمثل دور مش حقيقي. في زيارة عائلية عادية لبيت حبيبة وقعت عين بسام على ورقة صدمته، شهادة وفاة باسم أشرف حامد أبوها، والشهادة بتاريخ 2011. اتصدم بس سكت وبدأ يسأل حبيبة هو إزاي شهادة وفاة بنفس اسم باباكي؟ حبيبة ردت عليه بتردد ولجلجة وخوف وقالت له أنت قريت غلط، دي شهادة وفاة عمي الله يرحمه أنور حامد، بس أنت قريت الاسم غلط، أصل أشرف شبه أنور. رغم إنه ما اقتنعش لكن سكت وبدأ يربط خيوط الشك القديمة. لكن في الحقيقة أشرف حامد ما كانش مجرد أب، كان نصاب كبير ومزور وتاجر مخدرات، وعليه أحكام قضائية وصلت ل40 سنة سجن، ومامتها كمان سيدة الأعمال مطلوبة في قضايا نصب وتزوير. فأشرف أبو حبيبة عشان يهرب من القضايا اللي عليه قرر يزور شهادة وفاة عشان تسقط من عليه كل الأحكام والقضايا، وزور بطاقة شخصية باسم التاني خالص شريف حامد عشان يعرف يمشي بيها في الشارع لو اتمسك باعتباره أشرف، فيطلعها ويقول للناس لا أنا شريف. حبيبة لاحظت إن خطيبها قرب يكتشف كل حاجة فقالت لباباها، ومن هنا اتحطت خطة عشان يخلصوا منه. محاولات مستمرة من حبيبة عشان تبعد الشك عن أبوها اللي بسام بدأ يدور وراه، لدرجة إنهم اتخانقوا خناقة كبيرة جدا في حفلة الجامعة بتاعتهم. وقال لها كل أصحابك يا حبيبة بيقولوا إن أبوكي هربان من قضايا ومستخبي. أبوها حاول يقنع بسام أكتر من مرة إن اللي في دماغك ده شك وأوهام، وإن إحنا عيلة محترمة واسأل علينا يا ابني. لكن الخناقات زادت والشك جوه بسام عمال يكبر، وإن حبيبة اللي عرفها من وهو عيل صغير طلعت وراها كذبة كبيرة. أشرف أبو حبيبة قرر إنه قبل ما سره يتكشف هيخلص على بسام، فجه في دماغه فكرة شيطانية. أقنع بسام إنه عشان تصدق إني راجل كويس وماشي دغري هساعدك بفلوس تجيب شبكة وشقة لبنتي عشان تتجوزوا. وبسام صدقه وقابله أول مرة وخد منه فلوس. لكن أشرف كان في دماغه تخطيط لجريمة شافها في فيلم الجريمة الضاحكة لأحمد مظهر، فاكرينه؟ أشرف قرر يأجر شقة تانية في الرحاب غير الشقة اللي عايش فيها مع حبيبة ومراته، وجهزها عشان تكون قبر لبسام. حفر حفرة كبيرة في المطبخ وجاب صندوق خشب ورمل وسيراميك عشان يخفي ملامح الجريمة بعد التنفيذ. حبيبة كملت تمثيل دور الحبيبة المظلومة وأصرت إنها تقابل بسام ليلة العيد بحجة إن أبوها عايز يديله فلوس تانية، وبسام من نفسه نزل جاب لها هدية ذهب عشان يصالحها، وقال لأخوه إنه رايح يصالحها وإن أبوها بيحبه قوي، وما كانش يعرف إنه رايح لمصيدة موته. أول ما دخل الشقة مع حبيبة لقى نفسه محاصر من أبوها ورجالته، كتفوه وكمموه ورموه على السرير. وأشرف هدد بسام وقال له سكت عليك كتير لكن النهاردة نهايتك. وبعد دقيقتين بس خنقوا بإيده لحد ما مات. سحبوا الجثة للمطبخ وحطوها في الصندوق الخشب وغطوها بطبقات رمل وفحم، وبعدها استدعى العمال عشان يركبوا السيراميك فوق الجثة كأن ما حصلش أي حاجة. في الوقت ده حبيبة نزلت وقابلت صحابها عادي جدا ولا كأن خطيبها بيدفنوه دلوقتي. وبعد ساعات طويلة بسام مرجعش، أهله قلقوا عليه فبلغوا الشرطة.
لكن قانوناً لازم يمر 48 ساعة على الاختفاء عشان يبتدوا يدوروا عليه. أخوه قال في المحضر إن بسام شاف شهادة وفاة باسم أشرف حامد، فالشرطة استدعت أشرف اللي كان بيقدم نفسه باسم شريف، لكن بطاقة الهوية بتاعته اتضح إنها مزورة. اتقبض على أشرف لكنه أنكر علاقته باختفائه، وبدأت التحقيقات تكشف الخيوط. تتبع التليفونات كشف إن آخر نقطة لبسام كانت في الرحاب. حبيبة كذبت وقالت ما شفتوش، لكن اكتشفوا إنها آخر واحدة كانت معاه. بعد التحقيقات أشرف اعترف، لكن حاول يحول القضية لقضية دفاع عن الشرف بادعاء إن بسام اعتدى على بنته، لكن طبعاً الطب الشرعي أثبت كذبه. بعدها بساعات قليلة اتقبض على حبيبة ووالدتها في البحر الأحمر، وصدرت الأحكام: الإعدام لأشرف حامد، والمؤبد 25 سنة لحبيبة، وأحكام مشددة لباقي المتورطين في الجريمة. دي كانت جريمة مش سيمة، حكاية لجريمة حقيقية من دفتر جنايات المحكمة.